دنيا بطمة تتعرض لأكبر صدمة. إليكم التفاصيل بالفيديو. فبعد 4 أشهر فقط من انطلاق عرضه في دور السينما، أعلن المركز السينمائي المغربي عن سحب فيلم البوز من قاعات العرض بمختلف المدن، وهو العمل الذي جسدت بطولته الفنانة دنيا بطمة وأخرجه ضمن بنعلات. مصادر إعلامية محلية أوضحت أن قرار الإيقاف لم يتخذ بشكل مفاجئ، بل جاء تدريجيا، حيث بدأت بعض القاعات السينمائية في التوقف عن برمجة الفيلم في مدينة تلو أخرى قبل أن يعلن رسميا عن إنهاء عروضه. وبحسب ذات المصادر، فإن المعتاد أن تستمر الأفلام التجارية المغربية على الشاشات لفترة قد تتجاوز نصف عام، غير أن فيلم البوز لم يتمكن من الصمود أمام المنافسة. السبب الأبرز الذي عجل بوقف العرض وفق ما تداوله المطلعون هو ضعف الإقبال الجماهيري وتراجع العائدات المالية، إذ لم يحقق العمل الإيرادات المتوقعة من قبل شركات التوزيع، ولم ينجح في منافسة الأفلام الأخرى المطروحة خلال الموسم نفسه. جدير بالذكر أن البوز انطلق عرضه في مطلع مايو الماضي بعد تأجيل ارتبط بخروج بطمة من السجن اللداية عقب قضائها عاما كاملا في القضية الشهيرة إعلاميا بحمزة مومبيبي، وقد تزامن توقيت عرضه مع انتهاء أزمتها القضائية، ما جعل العمل يحظى آنذاك بمتابعة إعلامية واسعة.